أصدقائي وحبايبي الغاليين، مساء الفل والسعادة عليكم من مصر بلد الأمن والأمان. كان في نقطة صغيرة بس عايز أتكلم فيها بخصوص موضوع ترشيد الكهرباء. هستأذنكم يا أصدقائي، حتة الاستهلاك الزايد بتاعنا في الكهرباء محتاجين إن احنا نقلل منه شوية. حتى انتوا لاحظتوا إن في توجه كبير للدولة إن احنا محتاجين نوفر في الإضاءة، الشاحن بتاعك، التكييف، الحاجات اللي انت شايف إنها ممكن بسيطة وتقول يعني جت عليا أنا، صدقني بتفرق. بصوا يا سادة، كان الأول برميل النفط كان ثمنه تقريبا حوالي 51 أو خام برنت كان سعره $51، دلوقتي وصل لحد $118. مين هيدفع الفرق ده؟ تكلفة جدا باهظة. الحرب المستقبلية هتكون على الذهب وعلى الفلوس وعلى الطاقة، واحنا بدأناها خلاص بالفعل، أو على الأقل اللي بيحصل ده بوادر ليها. مش عايزين يعني نخوض في تفاصيل سياسية كتير ملهاش لازمة دلوقتي، ولكن كل المطلوب من حضراتكم إن احنا نقلل الإهدار على قد ما نقدر عشان نتجنب انقطاع التيار الكهربي، خصوصا إن احنا داخلين على الصيف. حد من حضراتكم هيقول لي يا عم انت قاعد في الفنادق وفي الاماكن السبع نجوم ومش دريان بالدنيا ولا دريان بالعيشه. هقول لك اهدى بس يا صديقي، الامور مش كده خالص. احنا بنروح الاماكن الفخمه دي عشان نعمل دعايه لبلدنا، علشان يشرفونا اصدقائنا اللي في الخليج واصدقائنا اللي في الدول الاخرى، ومن ثم يبقى في دخل بالعمله الصعبه وعجله الاقتصاد تمشي وحياتنا كلها تتحسن. هو ده الغرض الرئيسي من النوعيه دي من الفيديوهات، واعتقد ان غالبيتكم اكيد فاهم قصدي، واللي مش فاهم ادينا بنوضح له اكتر. عموما انا زي ما انتم شايفين الاماكن في مصر طبعا فخمه جدا ما شاء الله، خدمات سياحيه فوق الخيال والله، ومهما شفت في الفيديو مش هيكون زي الحقيقه. الحقيقه دايما احسن وافخم. واشوفكم على كل خير وسعاده، واتمنى تكون رسالتي وصلت لحضراتكم، وخالص تحياتي ليكم، وتحيا مصر. سلام.